السلام عليكم. في شبه كتير عايزين يلموا منهج شهر 10 و12. تمام. يعني 10 عايزين يعني يخلصوا المنهج يعني يا جماعة. تمام. فأنا عندي خطة يعني حابة أقولها لكم. احنا دلوقتي من النهاردة يعني النهاردة أنا ذاكرت 4 مواد. تمام. أنا حبيت بس أقول لكم الخطة اللي أنا همشي عليها طول ال20 يوم لو حابين بس تستفادوا منها. تمام. دي واحدة. ماشي. بما ان في 20 درس رياضيات و14 درس علوم متكاملة و21 او حاجة ازيد يعني عربي. تمام. ففي ال20 يوم دول انا اقدر استفاد ازاي بيهم. اول حاجة هناخد كل يوم 4 مواد، ولا اكتر ولا اقل، او ممكن تقللوا لو كنتوا تعبانين بجد يعني مش قادرين. تمام. اول حاجه اول ماده لازم تبداوا بيها الرياضيات، لان هي بتبقى صعبه شويه بالنسبه لناس يعني شبهي ثانوي منازل. بتبقى صعبه شويه بالذات لو ما كانش متاسسين فيها يعني واحنا يعني في ابتدائي او في اعدادي، فلازم نتاسس فيها برضو. تمام. وبرضو عربي، ناخد عربي. دول ال3 مواد اللي احنا المفروض هنمشي عليهم طول ال20 يوم. تمام. فبعد اليوم ال14 هنلاقي ان احنا خلاص كده خلصنا العلوم المتكاملة. فهنيجي نزود ايه؟ هنزود اسمه ايه ده، هنزود انجليزي القصة. مش هزود اليونت لان اليونت ده محتاج بقى واحدة يعني محتاج حاجة لوحده. تمام. فهيبقوا هما 6 اجزاء من الستوري. تمام. فاحنا هناخد كل يوم من ضمن اللي هم من بعد ال14 يوم ان احنا ناخد كل يوم من ضمن الحاجات دول اسمه ايه ده قصة يعني بارت من القصة. تمام. فكده هيكون بقالنا اللي هي المادة الأخيرة اللي هم عشان يبقوا 4 مواد. تمام. في اليوم فهيكون قدامنا فلسفة ومنطق وتاريخ وانجليزي. تمام. ممكن في ناس ما بتقدرش ان هي تذاكر الانجليزي غير لما يكون مع حد اكبر منها او مع المستر بتاعها او مامتها او اي حد. تمام. فاحنا هنخلي اللي هو اليوم اللي هو تالت مادة رابع مادة واحنا بنذاكرها. هنختار حاجة ما بين ده وما بين ده. التاريخ هما 9 دروس، ده اللي انا عارفاه ان هما 9 دروس. تمام. 9 دروس. تمام. وكمان الفلسفة 9 دروس، والمنطق 9 دروس. تمام. فالمفروض بقى ان احنا هنحاول نقسمهم. بعد ما نخلص ال20 يوم هيكون بقالنا يعني مواد بسيطة شبه الانجليزي والمادة التانية. انا مش عارفة انتوا مختارين ايه بجد، بس انا مختارة الماني ولسه بتعلمها بقى من البداية خالص، فالموضوع صعب شوية يعني عليا، بس ان شاء الله كل حاجة يعني هتبقى حلوة. تمام. اسمه ايه ده. فبعد ما نخلص الخطة دي هنكون خلصنا يعتبر نص يعني هنكون خلصنا المنهج كله بتاع العلوم المتكاملة من حل وسمع الشرح، وكمان ان احنا ممكن نمتحن امتحانات اللي هي موجودة ورا لو احنا خلصنا خالص وتأكدنا ان احنا عارفين المادة صح. تمام. وهنكون خلصنا برضو العربي، وممكن مادة من دول اصلا تكوني خلصتيهم في نص. اصل في ناس ساعات يعني صحابي يعني بيخلصوا التاريخ، ممكن اصلا يبداوا التاريخ ويخلصوه بعد كده يبداوا على ده على طول. تمام. المهم ايه الخطة عشان نعرف نلم دول في اليوم؟ المفروض يعني على الاقل خالص يعني المنازل، او حتى لو انتي عام وبتنزلي فهيبقى قدامك خطة. اول حاجة الفترة الصباحية انا بصحى الساعة 5. تمام. فانتي لو انتي المدرسة بتاعتك الساعة 8 او 7:30، او بتنزلي من بيتك 7:30، فانت هيبقى قدامك ساعتين او ساعة حتى على الاقل ان انتي تقدري تذاكري فيها حتى لو مادة واحدة. تمام. بالنسبة للمنازل فاحنا نقدر نستغل الوقت ده ان احنا اصلا نخلص كل اللي علينا في اليوم. بس يا جماعة لازم تدوا لنفسكم يعني استراحات ما بين كل المذاكرة عشان دماغكم ما تفصلش، يعني ما تكونش قادرة وتحسي ان هي مضغوطة، ومش عايزين اي توتر يا جماعة في الوقت الحالي ده. تمام. بعد بقى ما ترجعوا من المدرسة هيبقى فيه قدامكم اختيارين،
ان انتوا هتاكلوا وبعد كده هتبداوا هتذاكروا. يعني انتوا لو انتوا ذاكرتوا الصبح قبل ما تروحوا ماده هيكونوا بقالكوا 3 مواد. حاولوا يا جماعه على قد ما تقدروا ان انتوا تبداوا الصبح بالرياضيات او العربي، لان هي مواد تقيله شويه، يعني مش شبه العلوم المتكامله. بالنسبه لي هي سهله جدا معايا، يعني مش محتاجه ان انا اذاكرها الصبح عشان تبقى دماغي يعني فايقه ليها. تمام. بعد ما اذاكر العلوم المتكامله هيكون اتبقالي، لو انا ذاكرت يعني الصبح رياضيات تمام، هيكون اتبقالي 3 مواد. هنرجع بعد ما نرجع من المدرسه لو احنا ما عليناش دروس تمام، هنذاكرهم. لو في بقى ناس وراهم دروس فهيضطروا يراجعوا للدرس او يروحوا الدرس ويرجعوا وبعد كده يذاكروا المواد اللي عليهم. في ناس، انا بتكلم كل ده عشان انا المشرفه على نفسي يعني، فانا اللي بدي المواد لنفسي وانا اللي باخدهم، يعني عارفه الحدود اللي انا المفروض امشي عليها على نفسي. تمام. لكن في ناس تانية ممكن النظام ده ما يمشيش معاها، لان عندهم مواد تانية وفي مدرسين يعني بيشرفوا عليهم والكلام ده، فالموضوع هيبقى صعب شوية بالنسبة للجدول اللي انا حاطاه. ففي حل تاني ان هم يشوفوا المواد بس اللي هم مرقمينها. انا مش مرقمه الحاجه الحمد لله، انا خلاص يعني بقى خلاص حاجات بسيطه واكون خلصت كله، بس قلت اعيد من اول وجديد عشان بس انشط دماغي واذكرها بالحاجات اللي ممكن اصلا اكون نسيتها، بس مش اكتر. عارفه ان في ناس لغايه دلوقتي اصلا لسه ما بدأوش، فممكن الخطه دي تفيدهم جدا. اما عن متراكم يعني يا جماعه، يعني بالخطه دي انتوا ان شاء الله مش هيبقى فيه متراكم على بدايه يعني، بص على نهايه اخر 20 يوم دول. وكمان لان في مواد برضو شبه الانجليزي انا مش هقدر يعني غير اخد منها على الاقل في الاسبوعين، هاخد منها يونت او يونتين او 3 كمان، لان الانجليزي بجد بالنسبه لي صعبه شويتين، لان في حاجات فيها حفظ كتير فبقعد في الحفظ كتير يعني. تمام. ف فبالنسبه لي يا جماعه ان انتوا تركزوا في مذاكرتكم هيبقى حاجه احسن جدا. وحاولوا يعني على قد ما تقدروا ان انتوا ما تمسكوش التليفون بجد يا جماعه ممكن يكون بجد مصدر ازعاج ليكم وانتوا مش واخدين بالكم. تمام. فانتي على الاقل حتى ممكن يعني بصي من الاخر اللي انا اقدر اقوله لك ان انتي تذاكري، بس تذاكري كل المواد وبعد كده تاخدي ساعه واحده بس على الموبايل وبعد كده تنامي. واهم حاجه يا جماعه تظبطوا نومكم. واهم حاجه برضو، تاني اهم حاجه برضو، ان انتوا تقربوا من ربنا وتصلوا والكلام ده. مش تقربوا من ربنا لان انتوا عايزين تنجحوا ولا حاجه، لا تقربوا من ربنا انكم محتاجين لربنا. الناس كلها بتبقى يعني ربنا مديكوا حاجات كتير جدا يا جماعة انتوا مش حاسين بيها او بقيمتها. يعني شبه ان احنا عارفين بنذاكر، في ناس ما بتبقاش قادرة بتذاكر وبتبقى في المستشفى بتقعد تذاكر. فاحنا المفروض طول الوقت نحمد ربنا ان احنا قادرين نتحرك وقادرين نذاكر وقادرين كمان نفكر وبس. وممكن لو عايزين اوريكوا اسمه ايه ده جدولي اليومي وانا بذاكر من بداية النهاردة لو حابين، لان انا هوريهولكوا النهاردة في الفيديو ازاي انا بذاكر المواد كلها اللي هم ال4 مواد، لان انا قلت لكم ان انا هبدأ التحدي ده من النهاردة وبس. لو